وازيكم يا اصدقاء، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير. طبعا يا اصدقائي رجعت لكم بطريقه عمل ارقام وهميه لجميع الدول. حرفيا يا صديقي اقوى ثغره هتشوفها في الفيديو. تمام، عايزك يا صديقي كده تركز معايا، تمام، عشان الفيديو مهم جدا واعرفك ازاي تطلع رقم واثنين وثلاثه من اي دوله. تمام، بس قبل ما اقول اي حاجه كده، لو انت مش مشترك حبيب قلب اخوك كده اشترك وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد، وعايزك تخبط لايك وكومنت كده شبكه يا صديقي عشان الفيديو ينتشر في اسرع وقت. تمام، وبص يا صديقي معلومه بس بسيطه. تمام، طبعا في ناس بتكتب في كومنتات يا صديقي اللي هي الثغره مش شغاله. تمام، بص يا حبيب قلب اخوك، تمام، يعني مش انت لوحدك كمشاهد، انت بتشاهدني واحد. تمام، يعني انت مثلا انزل لك الفيديو وقت ممكن يخش في 50 شخص بيشاهدني اول ما انزل الفيديو، او 100 شخص او 20 شخص. هل ال 20 شخص دول بيعملوا ايه؟ بيدخلوا على الثغره يا اسطى وبيطلعوا منها ارقام. تمام، فعشان الموقع يا صديقي يعني اقسم بالله لما بيبقى ضغط عليه هو الكود مش بيوصل، مش اكتر. نظام ايه؟ اللي يكون النت عنده اسرع هو اللي يلحق يطلع النمبر والكود بيوصل له عادي. تمام، فما فيش مشاكل في اي حد بينزل الموقع ده. تمام، بص اول حاجه كده يعني عايزك تركز معايا واعرفك ازاي تطلع رقم واثنين وثلاثه. تمام، وعايزك تركز معايا دلوقتي واعرفك كل حاجه وبالتفاصيل. تمام، بص عندك يا صديقي اول ما تدوس على اللينك اللي لسه هقول لك في اسفل الفيديو طبعا هيحولك بالشكل الموقع ده بالشكل اللي انت شايفه ده. تمام، عندك هنا طبعا دوله هولندا، دوله فنلندا، عندك هنا دوله روسيا، في دوله فنلندا تاني اهو، ودوله امريكا اللي رمز الدوله واحد، وهكذا. تمام، عندك دول كتير اهو يعني حاجه كده طرش اقسم بالله. تمام، طبعا اكتر دوله بتشتغل يا صديقي دوله فنلندا. تمام، انا طلعت الرقم ونزلت بالاثبات اللي انا بقى طلعت الرقم من الموقع ده. تمام، وطبعا عندك هنا دولة فرنسا، دولة هولندا برضو شغالة. تمام، وعندك هنا دولة فنلندا. ده أكتر دولتين شغالين على الموقع ده. تمام، بص يا صديقي طبعا أنت هتعمل إيه؟ أول ما تخش على الموقع يا صديقي هتشوف اللي أنت شكل الدول دي اللي أنت شايفها دي كلها. تمام، أول ما ندوس مثلا عندك هنا دولة فنلندا، لو دوست على ضغطت على ضغطة واحدة كده أهو، ودوس عندك على الكلمة اللي فوق دي فايل فون وكده نمبر. تمام، دوس عليها كده هيحولك. طبعا انت لما تقول لي يا اسطى ومفيش مثلا الا دوله واحده، لا، انت اول ما تضغط على علم الدوله يا صديقي كده يحولك على الدوله كل ارقام الدوله دي. يعني بص زي ما انت شايف كده، انا دوست على دوله فنلندا. تمام، بص ظهر لي كتير اهو من دوله فنلندا، يعني مش دوله واحده ولا لا يا صديقي، زي ما انت شايف اهو صفحات كتير وارقام كتير. يعني انت عندك يا صديقي مش صفحه واحده ولا اتنين ولا تلاته، لا ده صفحات كتير ملهاش نهايه. تمام، فانت عايزك تجرب مره واثنين وثلاثه واربعه، ما تفقدش الامل. تمام، وهتطلع رقم ان شاء الله بكل سهوله. تمام، طبعا الموقع ده بيتحدث بشكل عادي، يعني مثلا كل يوم كل يومين بيتحدث ينزل ارقام جديده. تمام، زي ما انت شايف كده يا صديقي دي ارقام فنلندا من دوله فنلندا وكده. تمام، خلينا مثلا هنجرب اي نمبر. تمام، مثلا نختار اي رقم عشوائي اهو قدام عينك. تمام، اختار مثلا الرقم ده وندوس الكلمه الحمراء دي كده. تمام، هيحولنا عادي كده، هتدوس عندك علامه الاكس كده. تمام، زي ما انت شايف كده الرقم هيطلع لك بالشكل ده. تمام، وانت لو نزلت تحت كده تلاقي الناس اصلا بتطلب كوت اهو بشكل عادي. تمام، زي ما انت شايف اهو من 39 دقيقة اهو في واحد طالب كود. تمام، زي ما انت شايف هنا فرو، او زي ما انت شايف يعني فروم 200 جرام يعني يا صديقي، زي ما انت شايف كده. تمام، اهو كل سهولة. يعني الموقع برضه ده بيشتغل على ارقام بيشغلها 2 جرام ويشغلها واتس عادي. تمام، واي جوجل واي متصفح عادي. تمام، فما حدش يكتب لي في الكومنتات يا صديقي مثلا الارقام دي بتشغل تليجرام. يا صديقي زي ما انت شايف اهو في واحد طلب كود والكود وصل له اهو. تمام، مش ما حدش يقول لي انت بتكذب. تمام، وزي ما انت شايف اهو ناس بتطلب كود عادي. تمام، فانت اصلا يعني تعمل ايه؟ اكتر تخش على الرقم كده يا صديقي وتشوف لو لقيت كلمه فروم واتساب بتدخلش على الرقم ده. تمام، طبعا انت ده الرقم ده مش مطلوب واتساب، هتدوس عليه كده دوسه مطوله كده وتنسخه. تمام، تاخد كده نسخ كده الرقم عادي وتطلع كده خالص، تروح عندك ايه يا صديقي، تروح كده على النسخه اللي عندك. تمام، هتروح عندك على النسخه اللي هي العاديه عندك. ليه افضل حاجه يا صديقي يكون عندك نسخه عاديه، ما يكونش نسخه معدله. ليه؟ لان اصلا اعظم الارقام بيشتغل على النسخه العاديه. تمام، عشان انت مثلا لو دخلت رقم واتنين ممكن يكون شغال وتحط على نسخه معدله وكده يجيب لك لابد من استخدام واتساب رسمي. مش مشكله في الرقم، لا المشكله اللي الرقم مثلا محظور. تمام، مفيش نسخ يا صديقي بتشغل الارقام المحظوره، واخد بالك؟ تمام، بص اول حاجه هتجيب نسخه عاديه، نسخه عاديه او نسخه اعمال. تمام، حاجه من الاثنين، تخش كده على النسخه العاديه كده. تمام، خليك معايا كده. زي ما انت شايف كده عندك اداه مفاجاه ومتابعه، تحط الرقم عادي كده اللي هو رقم ايه فنلندا. تمام، تحط هنا رمز الدوله، تخش رمز الدوله اللي هو اللي عندك ده، وتحط هنا ايه رمز الدوله بتاعت فنلندا. تمام، اللي هو 358، وتمسح هنا 358 كده من هنا اهو، وتدوس عندك التالي. تمام، هتشوف الرقم شغال ولا لا. بس هو مش هيطلب كود دلوقتي، وكلكم عارفين كده اي ثغره عامه في المجال كله تما كده بتشتغل على راس الساعه. تمام، زي ما انت شايف الرقم اهو مش محظور، شغال اهو بشكل عادي. تمام، طبعا الرقم ده شغال. هتعمل ايه دلوقتي يا صديقي عشان مثلا تطلب كود؟ تطلع كده يا صديقي تخش كده على لحظه كده وتخش كده على ايه الرقم اللي انت كنت ايه مشغله. تمام،
وتخش كده على الرقم كده يا صديقي زي ما انت شفت كده اهو. تمام، هتعمل ايه؟ طبعا الرقم ده شغال مش محظور. هتعمل تدوس على الثلاث نقط كده اهو. تمام، كل الناس عارفه الحركه دي جاتي. تمام، تدوس ثلاث نقط كده يا صديقي. تمام، وتنزل تحت خالص وهتضيف عندك كلمه ايه، اضافه الى الشاشه الرئيسيه. اول ما تدوس كده يا صديقي كده عندك اضافه الشاشه الرئيسيه، هتلاقي الرقم ده طلع بره على الشاشه عندك كانه برنامج. تمام، عشان انت مثلا ما يفتقدش ولا تنساه. تمام، انت تعمل الحركه ديت على كام رقم، تشوف كام رقم شغال كده وتطلعهم بره على الشاشه الرئيسيه بتاعتك. اول ما الساعه يا صديقي تخش مثلا، تبقى مثلا دلوقتي الساعه 5، تخش على الستة او راس الساعه بالظبط، تيجي حاطط النمبر وتجربه. طلب كود يا صديقي، خش الحق الكود واكتبه. تمام، جرب رقم واثنين وثلاثة واربعة، ما تجربش رقم وتقول الثغرة بتاعتك واقفة. تمام، اطلع كده. تمام، وتجرب رقم تاني وهكذا. تمام، عندك ارقام كتير ملهاش نهاية، وزي ما انت شايف كده اهو. طبعا لينك الموقع ده هسيبه لك في اسفل الفيديو، ما تقوليش الموقع فين. تمام، دوس على اسفل الفيديو هتلاقي كلمة انا سايب لك، بقول لك لينك الموقع اهو. هتدوس عليه هحولك على الموقع ده على طول، وتنجي دولة ايه، يا اما هولندا يا اما يا صديقي فنلندا. ده اكتر دولتين شغالين على الموقع. تمام، زي ما انت شايف كده اهو. وبس كده يا صديقي، مش عايز اطول عليك في الشرح. تمام، عشان انا قبل كده نزلت الموقع ده اصلا قديم، عندي له 5 شهور وكده. تمام، فالموقع اصلا لقيته اتحدث وكده وجربته كده، لقيته طلع معايا رقم فنلندا. تمام، فبس كده يا صديقي، وما حبيتش اطول عليك، وعايزك تخبط لايك وكومنت كده شبك يا صديقي، وما تنساش الاشتراك طبعا. واشوفكم في فيديو جديد، والسلام.